حيث أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لي في نوالك يا مولاي آمال، من حيث لا ينفع الأهلون والمال، ولم يضق بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال. ومن أكون وما قدري وما عملي، في يوم توضع في الميزان أعمال. رباه أنت الله معتمدي، في كل حال إذا حالت بي الحال. سبحانك ربي أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر. حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر. فكيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقته، أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته. ثناء عليك لسان أنت أنطقته. عجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، بل عجبا للألسن كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا سعد من باسم الحبيب تزودا. صلى الإله بذاته يا طه، وملائك الرحمن من علياها، والروح والملك الأمين ووحيه، كل ترنم حاملا بشراها. والكون صلى على الحبيب مسلما، نحو الرياض صلاته وشذاها. يا أيها البدر المنير تحيتي، يا سعد من صلى عليك وباها. يا رب فاختم بالحياة صلاتنا، واجعل لها في جنة مثواها. في ليلة تكريم الحاج سيد أبو النصر، والد الحاج حمادة أبو النصر، والحاج ياسر أبو النصر، ووالد حرم الدكتور محمد الحداد، جئنا بدعوة كريمة من الحاج محمد حمادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المتوفى رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وألا يحرمنا أجره، وألا يفتننا بعده، وأن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته، وأن يجمعنا جميعا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشرب جميعا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نحن في رحاب علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي. طبيب القلوب فضيلة الشيخ حجاج رمضان الهنداوي، قارئ رئاسة الجمهورية، والقارئ المتميز في أدائه، الممتع في صوته، حباه الله صوتا جميلا، متفرد في أدائه ومتفرد في تلاوته. أسأل الله أن يبارك فيه. فيا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا، يجدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك. والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه، والله جل جلاله زكاك. تلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن. تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها، لتعيش حياة النور والإيمان. مع طبيب القلوب وقارئ رئاسة الجمهورية وفضيلة القارئ الشيخ حجاج رمضان الهنداوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم
فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم صدق الله العظيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة أقم الصلاة أقم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك
ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك
إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم. يا أيها الظمآن دونك منبعك، رتل وروي القلب عطر مسمعك. هذا كتاب الله نبضك، كلما كررته دنت النجوم لتسمعك. بضيائه سر واثقا، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك. واسكب على عينيك من آياته حتى ترى من مشرقيها مطلعك. نور شفاء رحمة وسكينة، فاملأ بدفاق المعاني أضلعك. هذا كتاب الله حصنك، فالتمس فيه الأمان إذا بدا ما روعك. إن راودتك النفس يوما غلقت أبوابها، فافزع إليه ليمنعك. وإذا هوى بك في غيابة جبه ليل الهوى، فأمسك سناه ليرفعك. وإذا ذرتك عواصف من غفلة، فافتح له طريقا إليك ليجمعك. هذا كتاب الله نور ساطع، أنى تضيع ونور منهجه معك. فأكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم، لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها، وهدى القلوب وعلم الإنسان. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. ألبسنا اللهم به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. كنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، طبيب القلوب وقارئ رئاسة الجمهورية وقارئ مسجد المشير طنطاوي. في هذا اليوم الطيب، في ليلة تكريم الحاج سيد أبو النصر والد الحاج حمادة أبو النصر والحاج ياسر أبو النصر ووالد حرم الدكتور محمد الحداد، في رحاب الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة والخدمات الفندقية للحاج عادل غازي، إدارة المهندس سعد عادل غازي المقيم بمدينة طلخة بمحافظة الدقهلية، في رحاب الصوتيات الكبرى للمهندس أحمد أبو السبح. وجئنا بدعوة كريمة من الحاج محمد حمادة وكاميرات التصوير للمهندس محمد مرسي. استمعنا إلى تلاوة من علم من أعلام التلاوة في مصر، عشنا في رحاب علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ حجاج رمضان الهنداوي. سمي بطبيب القلوب لأن تلاوته تلامس قلوبكم جميعا،
وما أجمل أن تستمع إلى القرآن من هذا العلم فضيلة القارئ الشيخ حجاج رمضان الهنداوي، صوت يحلق بك في سماوات علا ويرفعك إلى مكان أعلى. فإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. سئل الإمام علي رضوان الله عليه قالوا له صف لنا الدنيا يا إمام، صف لنا الدنيا. فقال ماذا أقول في دنيا أولها عناء وآخرها فناء. الدنيا أقبلت مدبرة والآخرة أقبلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ها هي الدنيا تغر أهلها والناس يموتون. ولقد مات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فخاطبه ربه بقوله إنك ميت وإنهم ميتون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. حينما سمع سيدنا عمر بخبر وفاتك قال من قال إن رسول الله قد مات لأقطعن رقبته بسيف هذا. وسيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يتلقى هذا الخبر، خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفس طيبة، ويدخل على رسول الله فيكشف عن وجه النور ويقبل وجه النور ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج وقرأ هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل